السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. غبرت عليكم ولكن اعذروني والله على الظروف. المهم اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الكيكه بسيطه في المتناول، معناها تكون موجوده في اي دار. المقادير موجوده في اي دار، معناها البيض، الطحين، زيت، سنيده، صافي، وليمونه. دابا وقت الليمون، غندير لكم واحد الليمونه غادي نقيها طبيعه الحال. انا ما نطولش عليكم، غنبدا مباشره. الليمونه غادي نقيوها مزيان، غنحيدو منها، انا نقيتها طبيعه الحال، غنحيدو منها هادشي البيض باش ما يعطيناش المروره. اي حاجه كاينه بيضه غادي نحيدوها، نقيوها مزيان، ما يكونش فيها العظم حيت غادي نطحنوها. لكم معايا تنقيها. كان ممكن انني نقيها قبل، انا نقيتها طبيعه الحال وما هادي، ولكن بغيت باش انني نركز على اننا نحيدو الا كان شي حاجه غليظه نحيدوها بصفه نهائيه ونبقى فيه لا عظم لا والو. غادي نديرو في مولينيكس ولا اي حاجه عندكم كطحن. هذه كتعجبني، غادي نخليها حتى ناكلها. هذه بالضبط كتعجبني، غنخليها واخا انا ما عنديش مع الليمون بزاف، ولكن على ود المعده، ولكن غادي ناكل هذه حيت شهاتني. وهذا تا هو غادي نقيو. نحيد منه اي حاجه، نحيدها مزيان. شوفوا الليمونه شحال فيها وراه حلوه، عسل 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 عسل. هي دقتيها دقت الاخرين ديالها بحال بحال، المهم باينه حلوه. وغادي نزيد كاس ديال سنيده، ها هو كاس سنيده. ما نضيعوش، على حسب الحلاوه اللي بغا يزيد السكر يزيدو، انا بركه هذا كفايه. نحيد الكاس، كاس الزيت تقريبا راه ما عامرش. صافي، وغندير فاني، غادي نطحنهم مزيان لمده تقريبا حتى 5 دقائق حتى ما الليمون كيتطحن مزيان. صافي دابا غنطحنها، ساهله، ما صعيبه، غير ما كاينش. غنطحنها ونرجع لكم باش ما نصدعكمش. مولينيكس كما كتشوفوا هي طحنات، الحقيقه راه ما داتش ليا 5 دقائق، معنا نطونق 2 دقائق ولا ديري على حسب المولينيكس. المهم انكم تشوفوها طحنات مزيان مزيان. اوكي، دابا غادي نضيف عليها 4 البيضات. الا كانوا كبار، بيض كبير، فين هو البيض كبير، ما علينا، كانوا بيض كبير ديروا على 3 البيضات، كان صغير ديروا 4 البيضات. انا غنضيف 4 البيضات. نظن بدي قشره. غادي نطحن كلشي. دابا غادي نديرو في واحد المول، وغادي نفرغ الخليط كامل هنا. وغادي نضيف 3 الكيسان ديال الطحين. صافي معايا 3 الكيسان. غادي ندير الكاس الاول بطبيعه الحال مغربل ناضي، نخلط غير بشويه تيتجرس ليا الخليط. نزيد الكاس الثاني. وانا عيني ميزاني، لان على حسب هاد المرات سبحان الله العظيم كيزكى. غادي نزيد الكاس الثالث، وغنضيف معاه 3 الخمارات حيت كيسان.
غادي نضيف 3 ساشيات ديال الدقيق الحلوة. نضيف ثلاثة الأكياس. كاين اللي كيدير 4 على حسب، أنا كنديرها 3. المهم الكيكة فيها 3. غادي نزيد معلقة ديال الخل، الخل المغربي المعتمد، معلقة باش ما تهبطلكمش الكيكة. راني شعلت الفران عامل التحت على درجة 180 درجة، والوقت على حسب الفران، عطيه وقته حتى ل 40 دقيقة، 35 حتى ل 40 حتى ل 45 دقيقة على حسب الفران. انا الفران ديالي غالبا كتوصل لي حتى 40 دقيقة. صافي ملي خلطتها مزيان غادي نخويها في المول ديالها. بطبيعة الحال المول راني دهنتو بالزيت، انا عندي هاد المول دهنتو بالزيت والطحين، وغندخلها للفران وغتنتظروا معايا النتيجة النهائية. دخلتها الفران على درجة 180 درجة، 180 درجة شعلة عامل تحت، ونشوفوا النتيجة ان شاء الله. المهم ما تحلوش عليها حتى يوصل الوقت النهائي ديالها، عاد حلوا عليها. وها الكيكه ديالنا واجده. التزيين كيبقى على حسب اللي عندك في الكوزينه موجود. ممكن ديريه شويه ديال الكوفيتير اللي عنده الكوك، المهم على حسب الموجود في الدار، اللي عنده الشكلاط. المهم هذه هي النتيجه النهائيه اللي نشوفوها. جربوها وما عادش تندموا. وشكرا على المتابعه، وبصحه وراحه والى اللقاء، مع السلامه.